السلام عليكم. صلى على اللي يشفع لك، وما تنساش انك انت تضحك كده. في بعض الطلبه بيسالوا يا مستر محمود هو ينفع ان ذا سيم يجي معاها الاسم وبعد كده اجيب از؟ ينفع. يعني مثلا انا لما اجي اقول ان احمد از طول از ليلى، احمد في نفس طول ليلى، تمام؟ طبعا انت عايز تجيبها بتساوي ذا سيم. طبعا انت عارف ان از مع الصفه مع از بتساوي ذا سيم مع الاسم. كمان مره، از مع الصفه مع از بتساوي يا باشا امين بقى ذا سيم مع الاسم. يعني مثلا لما اجي اقول ان احمد از طول از ليلى، معنى الكلام ده ان احمد في نفس طول ليلى. طب انا عايز استخدم ذا سيم هنا، بسيطه خالص. هتيجي قايل ان احمد، بصوا اللي هيحصل بقى، بصوا اللي هيحصل، از ذا سيم هايت، واجي قايل بعد كده از، واجي قايل ليلى. يبقى هنا في نقطه مهمه، هل ينفع ان ذا سيم اجيب معاها الاسم ومعاها از؟ طبعا ينفع، بشرط ان طرفي المقارنه يفضلوا بعيد عن بعض. يعني تقول احمد في بدايه الجمله، في بدايه المقارنه، وليلى في نهايه مين؟ في نهايه الجمله اللي هي في نهايه المقارنه. اسمع المثال كمان مره، ان احمد is the same height as ليلى. طب معلش انا بقى مش عايز اجيب ذا سيم معاها از، هات الاثنين مع بعض. هتيجي قايل احمد and ليلى have the same، وتيجي قايل height. حلو كده. او انك انت تقول احمد and ليلى are the same height، الاثنين equal together، الاثنين مساويين لبعض تماما. يبقى سريعا كمان مره بسرعه، ينفع ان انا اجيب the same مع الاسم واحط اس في الاخر، بشرط ان طرفي المقارنه يكونوا منهم بعيد عن بعض. يعني تقول كمان مره احمد، وتيجي قايل is the same height، وتيجي قايل as، وتيجي قايل ليلى. طب امتى استغنى عن اس دي تماما مع ذا سيم؟ لما تجمع طرفي المقارنه الاثنين مع بعض. تيجي قايل احمد وليلى are the same height، او انك تقول احمد وليلى have the same height. اتمنى تكونوا استفدتوا. ومعلومه على السريع خد بالك منها جدا، لانها موضوع امتحان مهم في امتحان الثانويه العامه والازهريه. اتمنى تكونوا بخير.